أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي. النهاردة هنتكلم عن شخصية مميزة جدا، بطل رياضي مصري، وهو شريف عثمان. لو ما تعرفش مين هو شريف عثمان، استعد تسمع قصة ملهمة عن النجاح والإصرار والتحدي. شريف عثمان هو لاعب رفع أثقال مصري، لكنه مش أي لاعب. شريف هو واحد من أفضل لاعبي رفع الأثقال البارالمبيين في العالم. اتولد شريف في 1982 في محافظة المنيا، ومع انه اتولد عنده إعاقة في أطرافه السفلية، لكنه ما خلاش ده يكون عائق في طريقه. شريف بدأ مسيرته في رفع الأثقال في سن صغير، وكان عنده شغف كبير بالرياضة. مع التدريب المستمر والإصرار قدر انه يحقق إنجازات عظيمة. أول إنجاز كبير لشريف كان في أولمبياد بكين 2008، لما حصل على الميدالية الذهبية وكسر الرقم القياسي العالمي في فئة وزنه. ومن هنا بدأت سلسلة نجاحاته. شريف شارك في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016، وفي كل مرة كان بيقدر يحصل على الميدالية الذهبية ويكسر الأرقام القياسية. في كل مرة كان بيرفع فيها كان بيثبت للعالم إنه مفيش مستحيل مع العزيمة والإصرار. شريف مش بس بطل في الرياضة، لكن كمان بطل في حياته اليومية. هو دايما بيحاول يشجع الناس اللي حواليه، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، إنهم يحققوا أحلامهم وما يخلوش أي حاجة توقفهم. دايما بيقول إن النجاح محتاج شغل وتعب، وإنك لو عايز توصل لهدفك لازم تشتغل بجد وما تستسلمش. وفي نهاية حلقتنا النهاردة، شريف عثمان مش مجرد بطل رياضي، هو رمز للإرادة والقوة. قصته بتعلمنا إن النجاح ممكن مع الإصرار والعمل الجاد، وإنه مفيش حاجة اسمها مستحيل.